بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ قعدت كل فيديو اللي فات ان انا هعمل لكم جولة كبيرة على مدينة دمياط الجديدة، وعلى الطريق من اول ما بنطلع لحد ما بنوصل المعبد. النهاردة ان شاء الله هنتكلم في الفيديو ده على مدينة دمياط الجديدة، وكمان مدينة دمياط القديمة، وكمان المدينة المنصورة الجديدة. يعني إن شاء الله هتكون جولة ممتعة جدا، وفيها معلومات حلوة جدا إن شاء الله. والناس اللي بتحب السفر وبتحب تعرف عن الأماكن الجديدة، الفيديو ده هيعجبها جدا إن شاء الله. بس الأول كده أتمنى ما تنسوناش في لايك حلو منكم وتعليق، وتعالوا نسمي الله ونكمل الفيديو. أول حاجة دي مدينة المنصورة الجديدة، ودي مدينة من المدن الجيل الرابع. كمان هي بتتمتع بالمناظر الجميلة والتصميمات الرائعة في المباني، واخدة شكل التصاميم الشقق على الطريق، وعلى الطريق التاني واخدة الفلل، لأن الفلل موجودة على البحر. يعني هي ما شاء الله من المدن اللي على أراضي الدلتا، ما شاء الله تعتبر من المدن الجميلة في التصميمات الراقية. وكمان زي ما بنقول قبل كده، قلت لكم قبل كده، لما تكون في مدينة جديدة بتتعمل إذا هتكون متكاملة من الخدمات. كمان الشوارع بتاعتها نظيفة جدا وتصميماتها راقية جدا. فيها جامعة المنصورة الجديدة ما شاء الله، هي فيها طلبة وشغالة. كمان فيها جامعة المنصورة الأهلية، اللي فما شاء الله بالنسبة للجامعات وبالنسبة للمدارس والخدمات فهي متوفرة فيها. المساحة بتاعتها 8,000 فدان، ما شاء الله. المناظر بتاعتها حلوة قوي. احنا كنا هنا مسافرين فحبيت اجيبها لكم واحنا مسافرين. طبعا احنا كنا الوقت ده حوالي الساعة 6 الصبح، فهتلاقي لسه الجو مغيم شوية، وكمان كان الدنيا بتشتي والجو برد يعني. فالعامل بتاع المناخ كان مؤثر شوية على التصوير، بس بجد المنظر في الواقع وفي النور روعة جدا. هي شبيهة لمدينة دمياط الجديدة في التصاميم، بس مدينة المنصورة تعتبر زي جزء منفصل شوية بعيد عن دمياط وكده. يعني هي بينها وبين مدينة جمصة حوالي 10 دقايق. فما شاء الله المدينة حلوة قوي. وكمان على فكرة هي من المدن اللي الترفيهية والسياحية للناس اللي هي مثلا بتحب المصايف وبتحب وعايزة تروح مكان جديد ومدينة جديدة كده. هي حلوة قوي. كمان على فكرة سعر الشقق فيها 800,000، وده كان تقريبا في الطرح الأخير اللي كان معروض. فما شاء الله نسبة للخدمات اللي موجودة فيها وكمدينة جديدة وكالإمكانيات اللي هي متاحة عليها، ما شاء الله حلو. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، هي زي ما قلتلك قبل كده هي على مساحة 8000 فدان. فما شاء الله المساحة كبيرة، وكمان التصميمات بتاعتها كأنك ماشية في مدينة أوروبية يعني. بصراحة المدن الجديدة عاجبني فيها ان هي ما شاء الله التصميم بتاعتها حلوة، في بينها أشجار وورود. وكمان التصميم بتاع المباني واخد شكل واحد، فعطي رقي في المنظر وفي النظرة. فما شاء الله حلو أوي. دي بالنسبة لنا على طريق جمصة يعني هي بينها زي وبين جمصة 10 دقايق، فهي على الطريق. بالنسبة للمدن التانية على حسب المواصلات بتاعتهم، دي جامعة المنصورة الجديدة اللي هي دي جامعة المنصورة الجديدة. زي ما قلت لكم فيها طلبة وما شاء الله شغالة حلوة قوي. كمان في المحكمة يعني تقريبا دي المحكمة. لسه هنروح للجامعة. الجامعة هي اللي لسه جاية دي المحكمة.
فما شاء الله التصميمات بتاعتهم كمان جديدة وحلوة قوي. الجامعة عجبتني قوي، تصميمها والوانها حلوة قوي قوي. فما شاء الله كمان فيها مشاريع لتوصيل الطلبة، اللي هي الميكروباصات او كده لتوصيل الطلبة. فما شاء الله مساحة برضو الجامعة حلوة قوي وكبيرة وتصاميمها حلوة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. مدينة المنصورة الجديدة هي مدينة من مدن الجيل الرابع، يعني من التحديثات الجديدة. دي الجامعة. في 2 جامعة، في جامعة المنصورة الجديدة وجامعة المنصور الأهلية. الاتنين موجودين، دي جامعة الأهلية واللي قبلها جامعة المنصورة الجديدة. كمان زي ما قلتلك المواصلات اللي موجودة دي علشان توصيل الطلبة لأنها مدينة جديدة وكده. فزي ما قلتلك المشاريع اللي بتعدي دي علشان خاطر توصيل الطلبة. هنا بقى هنبدأ نتجه بقى بعد المنصورة، احنا هنا على الطريق هنبدأ نتجه ونروح ان شاء الله. انا بالنسبة لي طريقي ده متجهة فيه لمعهد الأورام بدمياط القديمة. تمام. فهيبقى الطريق معانا شوية كبير. كمان هنقول لكم على كذا معلومة في الفيديو زي ما قلت لكم. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين التصاميم حلوة قوي. حبيت انقل لكم الطريقة، طريق كله واحنا ماشيين عشان تشوفوا الدنيا فيها ايه. زي ما قلت لكم ان انا هجيب لكم فيديو كبير اشرح لكم فيه على كل الحاجات اللي هتشوفها. هنا بنعدي بالنسبة لنا احنا يعني بنعدي بنروح على مدينة، بنمشي على الطريق الدولي بنروح مدينة دمياط القديمة، فبنعدي على مدينة المنصورة الجديدة، وكمان بنعدي على مدينة جمصة ومدينة دمياط الجديدة، وبعد كده مدينة دمياط القديمة. ما شاء الله على فكرة، وانتي ماشية كمان بتلاقي مصانع وحاجات. على فكرة دي جامعة الدلتا اللي هي الناس بتروحها بتاعة علشان تعمل أسنانها وتكشف فيها. هي طبعا فيها مجموعة من دكاترة الامتياز، فبيعملوا فيها خدمات كتيرة مجاني. هنا بقى بدأنا ندخل على مدينة دمياط الجديدة. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين انا جبت لكم من البداية خالص. الطريق ما شاء الله جميل قوي وحلو. احلى حاجة بتعجبني في اي تصميم سواء حتى لو بسيط او مكان الشجر. يعني الشجر له فوائد كتيرة حلوة جدا. اول حاجة بيعمل على تنظيف الجو. تاني حاجة بيكون منظر جمالي ومريح للعين وجمالي للمكان. فالناس لو بحاجة بسيطة خالص هتعمل شجرة قدام بيتك، شجرة في البيت، في وسط البيت عندك على الطريق. الحاجات دي على فكرة بتفرق جدا يا بنات، والله العظيم، من الشكل والمنظر وكمان على تنقية الجو. عندنا كمان هنا دي دخلت دمياط الجديدة. ان شاء الله هاخد لكم فيها جولة كبيرة جدا. يعني الطريق من هنا بينا وبين دمياط الجديدة حوالي ساعة. فما شاء الله المنظر حلو قوي. عجباني الدخلة لانها طبعا فيها كذا شارع ومتفرعة فيها كذا شارع متفرع. فما شاء الله الدخلة بتاعتها واسعة وجميلة ونظيفة. مدينة دمياط الجديدة من المدن النظيفة، لأن المدن الجديدة كمان ما شاء الله لسه التصميمات بتاعتها حديثة وكمان راقية. فمن المدن اللي عجباني في نظافتها. وكمان انتوا هتشوفوا معايا في الفيديو ده كذا حد بيكنس يعني في الطريق وبينظف فيه. فمش ان احنا كنا خلاص يعني هنا حوالي الساعة 7 زي ما قلت لكم. احنا كنا طالعين بدري، فالجو كمان
هتلاقوا في الإضاءة كل شوية بيبقى فيه إيضاح أكتر علشان النهار بيطلع يعني وكده. زي ما انتوا شايفين الفيديو في الفيديو دي بدأنا كده ندخل على المدينة دمياط الجديدة. دي التصاميم بتاعتها من الأول ان شاء الله عجباني قوي، عجبني الفلل بتاعتها. انا كنت عملت فيديو قبل كده على مدينة دمياط الجديدة، وقلت لكم ان هي من المدن الجديدة وتعتبر قطعة من اوروبا على ارض مصرية. اللي ما سمعش الفيديو ممكن يسمعوا معانا في الفيديو اللي قبل ده. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. المرة دي هاخدكم في كذا جولة. ده الموقف، احنا طبعا اول ما بتوصلي المدينة بتنزلي الموقف، سواء انت جاية من اي مكان بقى، سواء من اي مركز بتركبي للموقف بتاع البلد اللي انت متجهة ليه. اليوم ده انا كنت رايحة مواصلات، ما كناش رايحين في العربية وكده، فكنت رايحة مواصلات لان كنا رايحين كذا مكان، فكان صعب ان احنا نتحرك بالعربية بسهولة وكده. فما شاء الله زي ما انتوا شايفين ده الموقف. كل واحد جاي من اي مركز مختلف، سواء جاية او اي محافظة، سواء جاية من القاهرة او جاية مثلا من اسكندرية وبورسعيد، بتركبي من الموقف بتاعك للمدينة اللي انت متجهة عليها، سواء مدينة دمياط الجديدة او مدينة دمياط القديمة على حسب ما انت بتتجهي. هنا بقى هنبدأ ناخد مواصلة تانية علشان نبدأ نروح للمكان اللي احنا عايزينه. هنا هناخدكم في جولة بين دمياط الجديدة ودمياط القديمة، لأن أنا كنت رايحة في البداية لجامعة الأزهر، ودي كانت تبع دمياط الجديدة، وهتجه بعد كده لمعهد الأورام بدمياط القديمة. تمام، فاخدنا كذا مواصلة يعني. ففرصة جميلة برضو في الفيديو ده ان انتوا تبدأوا تعرفوا الاماكن او المنظر او بين دمياط الجديدة ودمياط القديم. هنا ما شاء الله هنا بدأنا بقى نتجه. دي بعد على طريق الموقف بعد ما طلعنا. زي ما انتوا شايفين بيعجبني قوي يعني ما شاء الله في الحاجات بتاعة السفر او كده، ان اما بتسافري في عربية ما بتبقيش عارفة مثلا المكان او طالعة منين او بتدخلي فين او بتروحي فين، عكس لما بتسافري مواصلات. يعني لما بتسافري مواصلات بتقدري تعرفي الطريق، مثلا احنا بننزل هنا وبناخد مثلا مواصلة تانية وبترجعي تاخدي مواصلة تانية. فكل حاجة بصراحة بالنسبة طريقة المواصلات اللي انتي بتاخديها بيكون لها مميزات يعني. لما بتكوني سافرة بعربية خاصة بيبقى مريح ليكي، بس انا بحس ان الحاجات اللي انتي هتعرفيها او الاماكن اللي انتي هتعرفيها اكتر بالمواصلات احلى. يعني انا من النوع اللي بفضل ده بصراحة، بحيث ان انتي حتى لو حصل اي ظرف بعد كده ومثلا حبيتي تسافري تبقي عارفة الطريق نظامه ايه. يعني انا اتذكر اول مرة خالص كنت مسافرة القاهرة، كنت مسافرة مع والدي وجوزي في الملاكي، وبعد كده كذلك برضو لما جيت اروح الجامعة بعد كده مع زمايلي مواصلات، ما كنتش عارفة الطريق، مع العلم ان انا كنت مسافرة القاهرة قبل كده كذا مرة. لكن لما بقى بدأتي تسافري مواصلات بدأتي تعرفي الدنيا فيها ايه والطريق شكله ايه. هنا اللهم صل على حبيب محمد بدأنا ندخل المدينة. شايفين ما شاء الله جميلة قوي والمنظر فيها حلو وراقي ونضيف. على فكرة احنا كنا لسه بدري ورغم كده كان في ناس كتيرة صاحية ما شاء الله. على فكرة كمان التاكسي بتاع مدينة دمياط لونه أزرق لبني في أبيض. يعني كل مدينة
ولها التاكسي بتاعها او اللون بتاعها اللي بيدل عليها. فزي مثلا مدينة كفر الشيخ هتلاقي التاكسي بتاعها مثلا اصفر او حمصي في ابيض. هنا في مدينة دمياط الجديدة التاكسي بتاعها لونه اللهم صل على الحبيب محمد ابيض في لبني او ابيض في ازرق. فده بيكون واخد المواصلات كلها كده على فكرة بنفس الشكل كده، بحيث ان انت لما تشوفي مثلا التاكسي ده اوقات بيودي ناس برا المدينة، فلما تبقي شايفاه تعرفي ان ده تبع مدينة ايه. انا كنت مستمتعة قوي، الجو كان جميل وعاجبني. ان انا اصلا من النوع اللي بحب المنظر بتاع الصبح، لان بحس ان الدنيا لسه نقية كده والجو نقي وجميل. مش عارفة في حد هنا بيتشابه معايا في النقطة دي ولا لأ. فبحب قوي سواء يا اما الجو بيكون بالليل، ان بعد مثلا على الساعة 10 11 كده ان انا اقف في البلكونة وهشم الجو اتأمل خلق ربنا سبحانه وتعالى، او الصبح يعني مثلا الساعة 6 الساعة 7 الصبح كده برضو بتتأملي المنظر وتشمي الجو كده تحسي لا شعور مختلف. اي حد عنده طاقة حابب ان هو يفرغها كمان النقطة دي هتفرق معاه جدا، ان انتي تتأملي في الحاجة اللي حواليكي وتتأملي في خلق الله سبحانه وتعالى وتحاولي تستمتعي بالحاجة حتى لو بسيطة. يعني انك تقفي في بلكونتك او تحاولي ان انتي مثلا تبصي على المناظر اللي حواليكي وتستمتعي بيها حتى لو بسيطة، دي بتفرق معاكي جدا ونفسيا وطاقة وكل حاجة. فانا من النوع اللي كنت مستمتعة قوي واحنا ماشيين. إيه على فكرة كمان المنظر يعني كان زي عامل لي نظام سحر جمال الطبيعة بتاعتنا وخلق ربنا سبحانه وتعالى، وتتأملي سبحان الله قد ايه. يعني دي مدينة ما شاء الله من ملايين المدن اللي موجودة على سطح الأرض اللي من خلق ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله كل مكان فيها أشخاص، فيها ناس. فقد ايه قدرة ربنا سبحانه وتعالى على ملايين، قدرته على ملايين الأشخاص دي، على يعني مطلع عليهم وشايف كل واحد فيهم بيعمل ايه. زي ما قلت لك احنا هنشوف ناس بتكنس، دي كانت من ضمن الناس اللي كانت بتنظف على الطريق، ما شاء الله ربنا يصلح حالها ويباركها يا رب. فبصراحة بيعجبني قوي ان كل شخص يبقى عارف الدور اللي هو بيقوم بيه، وكمان قايم بيه على يعني بقدر الامكان على اكمل وجه ان شاء الله. يعني العربيات على فكرة كمان كانت من الجو متبهدلة، يعني الطريق اللهم صل على الحبيب محمد من الجو كان بيشتي. فهتاخدي بالك ان العربيات او اي وسيلة معدية هتحس ان هي ايه الطريق مؤثر عليه. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. قلت لكم الجماعة بتوع دمياط يثبتوا وجودهم ويكتبوا لنا تعليق حلو منهم. الشعب الدمياطي من احسن الشعوب على فكرة، ومن اكتر الشعوب اللي بتعجبني، لان مدينة دمياط من المدن اللي هي البطالة فيها قليلة جدا لان الشعب بتاعها بيشتغل. مدينة دمياط بتتميز ان هي فيها الاساس وصناعة الحلويات. كمان هي فيها جزء ساحلي، المصيف بتاع دمياط وكده اللي هو تبع دمياط. فما شاء الله الايد العاملة فيها ما شاء الله كويسة. كمان هاخدكم في الفيديو ده برضه هوريكم كذا معرض، وهوريكم مناطق الخشب اللي الناس بتستورد منها وكده. خشب الدمياطي يعتبر هو اللي بيودي الأماكن التانية، يعني الناس بتجيب خشب من دمياط. سواء مثلا انت من اسكندرية او من القاهرة او كده، الناس كلها بتدور على الخشب الدمياطي لانه طبعا سبحان الله بيكون
الشجر بتاعه من انضف انواع الخشب، وكمان هما ما شاء الله مشهورين بيه جدا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. صلوا على الرسول كده، واكتبوا في التعليقات انتوا اللي بتشوفونا منين، وما تنسوناش بلايك للفيديو واشتراك للقناة. انا بالنسبة لي كنت مستمتعة قوي، بحب اي مكان جديد اروحه اكون مستمتعة بيه، واحاول اتأمل فيه واعرف اكتر معلومات عنه. دي كانت عربية عليها موز وخضار وحاجات وكده، شخص بيبيع يعني عليها وكده ما شاء الله. شايفين ده شكل التاكسي اللي بقولكوا عليه، لونه ابيض في لبني، علشان خاطر الناس اللي تبقى عايزة تعرف معلومات جديدة عن اي مدينة بيروحوها. على فكرة حتى المشروع او السيرفيس هتلاقي عليه نفس العلامات، يعني هتلاقي برضو المشروع عليه علامة ابيض في لبني وكده. هوريهولكم برضو في الفيديو معانا ان شاء الله، بحيث ان انتوا تبقي عارفة الدنيا فيها ايه معانا. زي ما قلت لك دي مناطق الخشب اللي موجودة، هي بين مدينة دمياط الجديدة وبين مدينة دمياط القديمة. فما شاء الله مستودعات الخشب كبيرة جدا، يعني عايزة اقولك ان انتي هتشوفي كميات خشب رهيبة ما شاء الله. في شركات كتيرة واستيراد وتوريد الخشب في مدينة دمياط، لان قلنا ان الخشب الدمياطي بيتميز انه له جودة عالية، وكمان الاشجار بتاعته جودتها كويسة. وقلنا ان هي اصلا المدينة مشهورة بالاساس، فمادام مشهورة بالاساس يبقى المهنة الاولى لها هي الاساس، فطبيعي يكون موجود كمان كميات كبيرة من الخشب فيها. احنا طبعا زي ما قلتلك كان الطريق معانا طويل، فخدنا اكتر من مواصلة. هنا دي برضو كانت بعض الاماكن اللي هي فيها الاساس وكده ان شاء الله. زي ما انتم شايفين مستودعات كبيرة على فكرة للخشب، في مستودعات هناك كبيرة جدا للخشب ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كل دي كميات خشب موجودة في مخازن للناس، وفي عربيات بتحمل وبتتجه لأماكن تانية ومختلفة. فما شاء الله كان عاجبني قوي ان دايما على فكرة اي مكان بيشتغل اي مهنة، يعني مثلا هم مثلا مشهورين بالاساس، لو هم الموارد اللي بيستخدموها او المواد اللي بيستخدموها في الصناعة بتاعتهم زي الخشب او الحاجات اللي بيستخدموها مثلا في التصنيع الأساس موجودة ومتوفرة بكميات كبيرة، تأكدي إن المدينة دي هتكون ناجحة، يعني هتكون متميزة في الحاجة اللي بيقدموها. لأن أنا مادام عندي الخامات كويسة وعندي المعدات اللي هتساعدني إن أنا أعمل منتج كويس، فخلاص يبقى انتي كده ما شاء الله هتقدمي منتج كويس بكواليتي عالية، وكمان هيكون عندك إمكانيات إن انتي تقدمي وتبدعي أكتر من كذا حاجة. هنا ما شاء الله دي برضو مستشفى الصفا ما شاء الله. هنا بدأنا ناخد الطريق لمدينة دمياط القديمة، يعني هنا بقى هنبدأ بقى ندخل على مدينة دمياط القديمة. كل اللي فات ده كان في مدينة دمياط الجديدة
فاحنا هنا بقى هنبدأ نتجه في مدينة دمياط الجديدة. هنا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين احنا كده خدنا الطريق اللي فوق الكوبري، فما شاء الله هو معدي على نهر النيل. كمان هوريكم الكورنيش بتاع دمياط القديمة على نهر النيل، ما شاء الله حاجة جميلة قوي وحلوة قوي. كمان اللهم صل عليك يا نبي، في دمياط القديمة في كذا حاجة حلوة هوريها لكم ان شاء الله. زي ما بحاول اوريكم المنظر من على الكوبري من فوق زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله حلوة قوي يعني. هي دي متعة ان انتي تبقي راحة في كذا حاجة، مش يعني في كذا مواصلة زي ما قلتلك مواصلات غير انك تبقي في عربية خاصة، لان العربية بتبقى واخدة الطريق الدولي على طول يعني لحد المكان اللي انت متجهة ليه. لكن المواصلات بتبقى ميزتها ان هي بتتحرك داخل المدينة، وكمان بتبقى عطياكي فرصة ان انتي تشوفي الاماكن اللي حواليكي كويس يعني، والاماكن اللي داخل المدينة وكده. هتقدري كمان ترتاحي تقفي كلام من ده براحتك. ما شاء الله ده هناخد لكم الجزء بتاع الكورنيش ده ان شاء الله بالتفصيل. دي برضو المدن البيوت في مدينة دمياط القديمة زي ما انتوا شايفين. على فكرة التصميمات بتاعتها كمان جميلة والله العظيم، تصميمات البيوت والشوارع فيها ما شاء الله نضيفة برضو جميلة زي مدينة دمياط الجديدة. يمكن على فكرة المباني هنا عجباني اكتر يعني، المباني في مدينة دمياط القديمة والتصميمات في مدينة دمياط القديمة برضو جميلة وشيك على فكرة. وهي مدينة برضو جميلة ونظيفة وفيها كذا مصلحة حكومية أو كذا مكان حكومي مشهور كويس. هنبدأ برضو نروح برضو ليه هوريهولكوا في الفيديو إن شاء الله. هنا بقى بدأنا نمشي على الطريق، هتشوفوا برضو أماكن حلوة قوي هتعجبكم. دي مستشفى القوات المسلحة بمدينة دمياط القديمة، ما شاء الله برضو جميلة ونظيفة. اي حاجة برضو تبع الجيش بتبقى ما شاء الله حلوة وجميلة ونظيفة يعني، ما شاء الله. كمان الخدمة فيها كانت موجودة معظم الايام، لان هما كان اليافطة اللي موجودة برا دي كاتبين عليها الايام اللي موجودة فيها الخدمات وكده او متوفر فيها الخدمات وكده. فما شاء الله زي ما انتوا شايفين حلو قوي. انا حاولت اكبر عشان اجيب لكم اليافطة وكده اللي هي موجودة برا دي، علشان هي موجود عليها المواعيد والتخصصات وكده. فزي ما انتوا شايفين عاجبني قوي في التصميم او تصميم الحاجات الحكومية، مستشفيات الجامعات اللهم صل على الحبيب محمد، المحاكم، اي حاجة خاصة بالدولة ان تصميمها جميل وراقي على فكرة، والالوان بتاعتها هادية يعني. دي من ضمن الحاجات الحلوة قوي اللي بتميز اي مكان انتي بتروحيه. هنا بدأنا بقى نتجه ونمشي على الطريق. ما شاء الله على فكرة في كل مكان فيه الخدمات المتاحة ليه، فحلو قوي يعني زي ما انتوا شايفين ما شاء الله يا رب. قد ايه عظمة ربنا في خلق كونه وقدرته ليه يعني سبحانك يا رب، سبحانك يا ذا الجلال والعزة، سبحانك يا ذا الجلال والعزة يا الله. هنا دي كان على الطريق هنا ناس بتبيع جوافة ورطب. طبعا بالنسبة لبلطيم هي من أكتر الأماكن المشهورة بالجوافة والمانجا، فما شاء الله كان عاجبني قوي هنا ان في مدينة دمياط ان متوفر. طبعا الجوافة موجودة في كل محافظة، بس احنا بنتكلم ان يعني اكتر الاماكن في الزراعة بتاعتها وكده.
برضو مدينة الإسماعيلية برضو مشهورة بالمانجا يعني. فهنا كان على الطريق ما شاء الله ناس كتيرة بتبيع جوافة ورطب، أنا بحبهم جدا على فكرة. هنا بقى هنبدأ نكمل الطريق بتاعنا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. انا عارفة ان الفيديو طويل عليكم، بس حبيت ان انا اخد الجولة من بدايتها معاكم لحد النهاية. في ناس بتبعتلي والله بتقول عادي هات الحاجة بالتفصيل زي ما بتكوني شايفاها وكده، فمن كل وقت ووقت كده بحاول ان انا اعمل لكم فيديو طويل وكده. وكمان الفكرة من اني اعمل فيديو طويل المرة دي ان الفيديو اصلا فيه كذا مكان، يعني مدينة المنصورة الجديدة، مدينة دمياط الجديدة، مدينة دمياط القديمة، معهد الأورام، ففي كذا مكان. هنا بدأنا ناخد الطريق اللي هنتجه ليه للمعهد. زي ما قلتلك ده الكورنيش ما شاء الله جميل قوي على فكرة، بيبقى حلو جدا كمان في الصيف. في الخروجات في الصيف لما تبقي قاعدة عليه في الهوا، وكمان على نهر النيل، على منظر نهر النيل، فمنظر المية والهوا والمنظر الجمالي بتاعه كمان جميل يعني. هو ما شاء الله حلو قوي ونضيف، يعني انا قعدت عليه شوية ما شاء الله جميل قوي. والمنظر بتاعه حلو لانه واخد منظر العمارات من الناحية التانية، والمنظر اللي هنا اللي هو الشجر والطريق، فما شاء الله حلو قوي. وكمان على الكورنيش من الناحية اللي هي الناحية التانية في محلات وكافيهات وكمان يعني مستلزماتك اللي انت هتبقي محتاجاها وانت قاعدة. فدي حلوة قوي يعني تبقي قاعدة وكل الحاجات اللي انت محتاجاها تبقى حواليكي، فهي جميلة جدا. من اكتر الحاجات اللي على فكرة بتتحب في المدن سواء صغيرة او كبيرة ان يكون في مكان للخروجات حتى لو بسيط ومش مكلف. يعني بالنسبة للكورنيش ده مكان بسيط مش هيبقى مكلف عليكي في حاجة، يعني انك تخرجي انت وبيتك او اسرتك في مكان زي ده وتقعدوا في جو نضيف وجو حلو وكلام من ده. وعلى فكرة في ناس ما بتبقاش مضطرة انها تشتري، يعني ممكن تكون واكلة ببيتها او واخدة اكل معاها او حاجات من كده، فبتبقي ما شاء الله خروجة بسيطة وكمان في نفس الوقت مش مكلفة عليك. يعني في ظل الظروف اللي الناس فيها والغلا الاسعار اللي الناس فيه، دي فرصة كويسة ومن الاماكن الحلوة على فكرة في الخروج. على فكرة كمان الخروجة والله يا بنات ببساطتها مش بالتكلفة المادية اللي انتي هتصرفيها فيه. في ناس بتبقى قاعدة والله في بيتها خالص في بلكونة في على سطح وقدام البيت حتى، يعني زمان كنا اهالينا كانوا بيقعدوا قدام البيت وكده فمع بعض ويتجمعوا مع بعض وكده، كانت بتبقى حاجة بسيطة خالص هي ورغم كده جميلة وفيها ود وضحك وهزار. فالضحكة او الانبساط او السعادة مش بالغلو بتاعها، السعادة باللحظة الحلوة اللي انتي بتستمتعي بيها يعني في اي مكان ايا كان. ونصيحة مني استمتعوا باللحظة اللي تعدي عليكم. كل حاجة في حياتنا بيكون فيها حاجات بتزعل وكلام من ده، بس بقدر الامكان ما تقفوش على الحاجة اللي تزعلكم. حاولوا ان انتوا تخرجوا الطاقة السلبية بقدر الامكان وتبصوا للشيء الحلو والايجابي في حياتكم. كمان هتشوفوا معايا هاخدكم كمان في المعهد وهتشوفوا حاجات اكيد هتفرق معاكم بعد الفيديو ده، يعني لان من اكتر الحاجات اللي بتغير فعلا المواقف اللي بتشوفيها قدامك، بتغير نظرتك عن الحياة في التفكير في كل حاجة بقى. هنا بقى ما شاء الله زي ما قلت لك احنا هنا الطريق طويل، يعني ما شاء الله احنا خدنا في الطريق ده لحد ما وصلنا للمعهد حوالي ساعتين وشوية، يعني لان احنا عدينا على كذا مكان و واتنقلنا برضو من جامعة الازهر لمعهد الاورام في دمياط. متنسوش الصلاة على النبي يا جماعة، صلوا على النبي كتير
صلوا، خلوا لسانكم على طول بالصلاة وذكر الله راتب على طول. المنظر جميل، الكورنيش زي ما انتوا شايفين عليه قعدات وعليه شماسي، يعني ما شاء الله حلوة قوي. كانت فكرة حلوة وعجباني ان بين كذا متر تلاقي شمسية كبيرة زي ما انتوا شايفين. على فكرة في ناس قاعدة كمان اهي، رغم ان احنا كان الجو برد، يعني الدنيا كانت بتشتي والجو كان برد. فكل كام متر تلاقي شمسية وتحتها المقاعد بتاعتها، بحيث ان انتي لو اسرة كاملة تقدري ان انتي مثلا تقعدوا عليها، هتبقى حلوة قوي يعني، وهتبقى جميلة بالنسبة لكم. هنا بدأنا نوصل عند المعهد من بره. قبل المعهد على طول في مستشفى الدمياط التخصصي، اللي هي بقى بتبقى فيها البطنة، الجراحة، الجلدية، اللي هي دي المستشفى التخصصي من بره. قدامها زي ما انتوا شايفين في مولات لبس، في عماير. تمام. كلفت انتباهي في مركز تخاطب هنا، كان بصراحة كنت عايزة اصور عنده، لان شفت الاطفال قد ايه نازلة منه فعجبني قوي يعني. بس المشكلة بقى لما بتبقي رايحة لمشوار، فبتحاولي قدر الامكان تركزي على الحاجة اللي انت رايحة لها. دي زي ما قلت لك مستشفى دمياط التخصصي. تمام. فيها طبعا كل التخصصات، وفيها الحاجات اللي انت عايزاها وكده. المستشفيات الحكومية دايما بيكون واخد متاخد عنها الطابع اللي هو ان هي بيكون فيها امل شوية كلام من ده. لكن اما بتلاقي مستشفى كويسة ونضيفة او بتقدم خدمات كويسة، على طول بتلفت انتباهك. من الحاجات الحلوة اللي عجبتني في دمياط، وخاصة في معهد الأورام بتاع دمياط، ان في نظام هناك شوية، يعني في نظام في الكشوفات، في نظام في الادوار. فدي من الحاجات اللي بتعجبني. هنا بدأنا ندخل، هو على طول جنبه المركز علاج الأورام بدمياط، ده جنب المستشفى التخصصي على طول. يعني البوابة الأولانية للمستشفى، البوابة التانية كانت للمركز. وكمان هناك في مبادرة عفوا، كان في هناك مبادرة اللي هي مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر للسيدات. هي طبعا موجودة في كل المحافظات يعني، بس كانت واخدة حيز كبير في الكشوفات هناك علشان كانسر الثدي وكده. هنا بقى اللهم صل على الحبيب محمد، صلوا على الرسول، صلوا على الرسول معانا، وما تنسوناش بلايك معاكم برضو وانتوا بتتفرجوا كده. هنا هنبدأ ندخل. طبعا المركز ده موجود فيه جميع التخصصات، سواء أورام ثدي، أورام بطنة، أورام عظام، أورام كبد، كل بس هو متخصص بالأورام، يعني الجزء ده متخصص بالأورام بس، يعني سواء في الكشف المبكر عنها أو في العلاج بتاعتها. وكمان في وحدة الإشعاع اللي هي الوحدة الصفراء، اللي هي جنب المركز دي، وفي جمعية رعاية مرضى الأورام اللي هي في النص دي، كجمعية كده بتقدم خدمات للناس. في كذا حاجة بصراحة لفتت انتباهي في المكان ده وحبيت أشاركها معاكم. أولها إن ما شاء الله عجبني قوي إن كان في كذا شخص بيلف بيدي أكل، فطار ومية. يعني الجمعيات بتقدم للناس اللي هي تعبانة هناك في المكان ده فطار ومية وفي ناس بتيجي تسأل انتي محتاجة حاجة، نعملك حاجة، كلام من ده. ودي حاجة حلوة قوي لفتت انتباهي جامد. تاني حاجة بالنسبة للانتظار في المكان ده، كانوا هم طبعا بتبقى أعداد مهولة، يعني بالنسبة ربنا يعافيكم جميعا يا رب، ويشفي مرضى المسلمين اللهم امين يا رب، وجميع المرضى اللهم امين. هم طبعا بيبقى مثلا في كل واحد رايح لتخصص معين او جزء معين، فهم بيحاولوا بقى مثلا يقسموا الادوار وكده، وبياخدوا الورق بحيث ان ما يكونش فيه زحمة جوه في المعهد من جوه. يعني ممكن الناس عشان الانتظار والوقت الطويل وكده بتمل وكده،
بس دي افضل في حكاية انك جوه المكان هيبقى هادي شوية ونضيق ومش مزدحم. يعني لو كل الاعداد دي مع الاعداد اللي جوه كمان، لان في اعداد جوه دخلت، المكان بيبقى فعلا صعب. فهو دي حاجة عجبتني بصراحة. تاني حاجة بنات، بالله عليكم حاولوا تحمدوا ربنا على أي نعمة موجودة في حياتكم. يعني الصحة دي من أكتر النعم اللي ربنا من على الإنسان بيها، فدايما حافظوا عليها ودايما احمدوا ربنا على كل نعمة كبيرة وصغيرة في حياتكم. احمدوا ربنا على أبسط حاجة انتوا ممكن ما تكونوش فعلا مقدرينها لما لا قدر الله يحصل فيها مشكلة. كل نعم ربنا علينا حلوة، كل نعم ربنا محتاجة شكر. اشكروا ربنا كل وقت وكل ساعة وكل لحظة، كل حاجة بتقوموا بيها وانتوا مش مدركين قد ايه هي مهمة في حياتكم. مش هتدركوها الا لما تشوفوا اما تروحوا الاماكن دي وتشوفوا الناس اللي فعلا يعني فقدت جزء كبير من الحاجات دي، وبتتمنى يعود بيها الايام ان هي تحافظ على الحاجات دي وتهتم بصحتها وكده. وكمان عايزاكوا تبقوا رحمة. اي حد عنده شخص مريض في بيته كونوا رحم بيه، لان هو والله بيبقى حاسس قد ايه هو تعبان وقد ايه مشايل البيت اللي هو فيه الهم وقد ايه اصلا الصحة بتاعته خذلاه. فيعني ما تكونوش انتوا كمان عليه. يعني حاولوا تهونوا على الناس اللي معاكم في البيت، بكلمة حلوة، بمساعدة. الأب والأم والشخص لما بيكبر ويحس ان هو بقى عنده مشكلة او اي شخص ما، على فكرة المرض دلوقتي ما عادش بيميز في السن. يعني افتكار ربنا رحمة كله رحمة، ما عادش فيه تمييز في السن. يعني ممكن تلاقي شخص صغير وسبحان الله يعني ايه تلاقيه تعبان او بيشتكي او كلام من ده. فحاولوا ان الناس تبقى رحيمة بيه، لان فعلا الناس دي اقسم بالله بتبقى تعبانة تعب جامد جدا فعلا، محدش بيبقى حاسس بيه قدهم. مهما حاولتي تقولي انا بساعد او بعمل، برضو مش هتبقي حاسة قد ايه هم تعبانين وقد ايه الموضوع فارق معاهم وقد ايه هم بيبقوا يعني يعني تعبانين نفسيا جنب التعب الجسماني بتاعهم. كمان المكان ده من اكتر الاماكن اللي هتديكي طاقة ايجابية على فكرة وهتخليكي تحمدي ربنا. هتقوليلي ازاي؟ هقولك يعني مهما كان الالم اللي الشخص فيه، لما بيوصل للمكان الاماكن اللي هي المستشفيات او الاماكن اللي هي بيبقى فيها تجمع لمرضى او كده، بيحمد ربنا لأنه بيشوف حالات أسوأ منه. يعني بيشوف حالات قد إيه بتتألم أكتر منه، مراحل متقدمة أكتر منه، فبيحمد ربنا أكتر يعني ويقول الحمد لله يا رب على اللي أنا فيه، الحمد لله أنا راضي بعطائك يا رب وكده. كمان اللي بتتأملي بتشوفي بقى هنا لو في شخص بيتحمل أبوه وأمه، قد إيه هو بار بأبوه وأمه ومتحملهم. قد ايه مثلا اخت ماشية مع اختها وبره بيها وخايفة عليها. هنا بقى المواقف اللي زي دي هي اللي بتكشف الحب اللي بجد. يعني بتكشف قد ايه الشخص ده بار بالناس اللي حواليه، قد ايه الشخص ده كويس معدنه كويس. هنا المعادن اللي بجد والله ما هي بره. يعني الحياة في المجمل العام بتاعها الناس بتخرج وبتروح مناسبات كلام من ده، لكن المواقف الصعبة اللي بتمر على الشخص هي أكتر مواقف بتكشف معادن الناس اللي حواليكي. بتكشف هل الناس دي بدأت تساندك بجد، تكون دعم ليكي بشكل إيجابي بجد في حياتك ولا لأ، ولا الموضوع عندهم عادي ومفيش أي حاجة وانتي لا تمثلي أي قيمة. فالأماكن دي بصراحة بتلفت انتباهي في النقط دي جامد جدا. يعني والمواقف يعني عندنا في الأرياف المصرية دايما في الحزن بياخدوا بالهم أكتر من الناس اللي جات وراحت وعملت واجب أكتر من الفرح على فكرة. يعني احنا في أرياف دايما يقولك لا ده أنا اللي جاني في حزني وشني في حزني أكتر من اللي جاني في الفرح. يعني أشيله في عيني أكتر، أهتم بيه أكتر.
لان اللي هيقف معاكي في موقف صعب او هيقف في ظهرك لحد ما تعدي المحنة بتاعتك، هو ده الشخص اللي فعلا يستاهل انه يكون له قيمة في حياتك او يكون له اهتمام منك. فالحمد لله على عطا ربنا كله. كمان خليكوا على يقين ان ربنا اللي بيعطيه للانسان او الحاجة اللي ربنا بيديها للانسان سواء خير او شر، هي رحمة بيه، هي خير هو مش مدركه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرا لكم. فخليكم راضيين بعطاء ربنا سبحانه وتعالى، خليكم راضيين بأقدار ربنا سبحانه وتعالى، كلها أقدار من ربنا، الإنسان لا يملك فيها أي شيء، فخليكم حامدين عليها ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله يا رب، حمدا كثيرا يا رب، الحمد لله على عطاك وعلى فضلك وعلى كرمك علينا. يعني ما تبصوش لأي حاجة ممكن الشخص يخسرها، انتوا أكيد كسبانين حاجات كتيرة جدا، وربنا عطيكم ومعوضكم بحاجات كتيرة جدا. يعني واخدة أكيد ال24 قيراط بتوعك كاملين والله. ما تبصوش لشيء عند الناس في ايد الناس، دايما تأملوا الحاجات اللي في ايديكم. اللي بيخلينا نفقد متعتنا بالاستمتاع بالحياة هو ان الناس على طول باصة في ايد اللي غيرها. لو بدأتوا تبصوا على اللي في ايديكم وتستمتعوا بالحاجة اللي في ايديكم، والله العظيم هتحسوا بسعادة الحاجة اللي معاكم وهتستمتعوا بيها، ومش هتعيشوا حياتكم كلها في لا مبالاة. لا، استمتعي بالحاجة اللي عندك واحمدي ربك عليها، وتأكدي ان هي والله الناس بتبقى بصالك عليها. يعني الحاجة اللي انت فيها دهيت رغم ان انت مش مدركاها، الناس بتبقى بص عليها وحاسداكي عليها زي ما انت بتبصلهم وبتحسديهم على الحاجة اللي في ايديك. فالحمد لله يا رب على اعطاك. انا بصراحة لما ببقى قاعدة في الاماكن اللي هي المستشفيات او المعاهد او اي مركز فيه ناس كتيرة، او سواء يعني حتى لو مصلحة والله حكومية، يعني لو مثلا اي مركز اي حاجة، دايما خليكي متأملة الناس اللي حواليك، تأملي الحاجات، والله هتاخدي دروس اكتر من الدروس اللي انتي يعني بتتعلميها في المدارس. الدروس فعلا اللي الشخص بيتعلمها هي من الحياة. مهما كنت دارسة ومهما كنت على علم، العلم ده مش هتجيبيه اكتر من الحياة اللي انت عايشة فيه. فتأملي كل الكبيرة وصغيرة حواليكي وحمدي ربنا عليها. واللي وصل معانا هنا زي ما قلت لكم ما ينسناش بدعوة حلوة منكم، وكمان يصلي على الرسول، وكمان يشترك معانا في القناة لو لسه مشتركش. نكمل. في حاجة بقى، لما تبقي في مكان زي ده ما تستنيش حد يطلب منك المساعدة لو شايفة ناس محتاجة مساعدة قدامك. يعني لقيتي شخص محتاج مساعدة، لقيتي ست كبيرة محتاجة مساعدة، قومي وقدمي المساعدة بتاعتك على قد طاقتك. هي مش هتجبرك ان انت تقدمي طاقة فوق طاقتك، بس لما مثلا تساعديها تدليها على مكان، تساعديها في انها تروح تقعد، قومي وخليها تقعد مكانك. يعني ما انا بشوف ناس بصراحة بتزعلني انها تبقى مثلا لسه شابة في عز شبابها مهما كنت اللي فيه، وسايبة ست كبيرة جنبك او شخص كبير وواقف على رجله وانتي قاعدة. ده على فكرة ما ينفعش. لازما تبقي حاسة ان الناس دي بتبقى حاسة بالألم أضعاف مضاعفة بالنسبة لك. يعني سنهم له حكم، الحاجات اللي مروا بيها. عشان كده بقول لكم خلوكوا رأفين. لو أي حد والله العظيم عنده شخص يحافظ عليه ويساعده ويقف في ظهره ويسنده، والله العظيم يا بنات ناس كتيرة بتندم، وأقسم بالله على أي لحظة مثلا والدك كنت عايشة فيها. يعني أنا كان معايا ذكريات في مركز دمياط، دمنهور، مركز دمنهور للأورام مع والدي الله يرحمه. فكان والله العظيم على رغم الظروف اللي هو كان فيها، يعني ممكن لو شاف حد يقول لي رانيا روحي هاتيله، روحي اديله يشرب، روحي اعمليله. فيعني قد ايه رغم التعب اللي هو كان فيه الله يرحمه يا رب،
كان حاسس بالناس اللي حواليه، لان زي ما قلتلك محدش هيبقى مقدر الألم اللي هو فيه قد الشخص اللي حاسس بنفس الشعور بتاعه. يعني فالرحمة حلوة. ربنا سبحانه وتعالى رحيم ومن علينا بالرحمة علشان نكون رحيمين ببعض، وعشان نكون رأفين ببعض. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء بجد. يعني الحمد لله يا رب، الحمد لله على عطائه. كمان بالنسبة للمبادرة اللي موجودة، اللي انتوا شايفين الصورة بتاعتها دي، هي مبادرة عملها رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض اللي هي الأورام أو الأمراض اللي هي المزمنة بالنسبة للسيدات وكده. فهي حلوة بصراحة. يعني أما سألت عليها لقيتها كويسة، لأنك بتقدمي ورقك وكده وبتكشفي كشوفاتك كلها مجاني. والكشف فيها طبعا بيبقى من دكاترة كويسة، وخاصة لما تبقي في مراكز كبيرة أو معاهد كبيرة بتبقى فيها دكاترة ما شاء الله، يعني ذو قامة علمية كبيرة. فالحاجات اللي زي دي لما بتكون متوفرة ما تكسلوش روحوا اكشفوا. يعني ممكن الحاجة تكون فعلا بسيطة وانتي بهملك، او انك تكبري او تقولي الدنيا والعيال والعيشة والكده، توصل لمراحل اللي بعدها ترجعي تندمي عليها. فحاولي ان انتي دايما تخلي بالك على صحتك، لان صحتك هتتسألي عليها، كلنا هنتسأل على صحتنا. فنحافظ عليها بقدر الامكان ونعمل على قدر الطاقة بتاعتنا. ما تكتيش نفسك زيادة عن طاقتك، لان كل شخص له طاقة سبحان الله وتعالى على قد طاقتك اعملي. مش مضطرة ان انتي ترضي حد على حسب طاقتك، لان الرضا في الاول وفي الاخر انك تكوني مراعية ربنا سبحانه وتعالى في الحاجة اللي بتقومي بيها. مادام انتي بتقومي بالحاجة بما يرضي الله، خلاص ما تستنظريش اي حاجة من العبد، لان العبد زيه زيك، لا هيقدم ولا هيأخر، لان محدش هيضرك ولا هيفيدك بحاجة غير اللي ربنا كاتبها لك سبحانه وتعالى. فخليك على يقين ان دايما كل الحاجة اللي انت فيها من ربنا سبحانه وتعالى. العبد ده ولا حاجة. يعني احنا خلقنا في الدنيا عشان نرضي ربنا سبحانه وتعالى، مش عشان نرضي بعض. احنا لما بندخل القبر ما بنتسألش على حد، بنتسأل على عملك انتي. شوفي امك، اخوكي، ابنك، ما بتسأليش على عمله، انتي بتسألي على عملك انتي بس. فخليكي دايما ان ربنا في كل تعاملاتك هو رقيب ومطلع عليكي. ومادام انتي متقية ربنا سبحانه وتعالى في الحاجة اللي بتعمليها، خلاص خليك على يقين ان ربنا حتى لو حصل سوء فهم من الناس اللي حواليك الحاجة اللي انتي بتعمليها، فربنا هيكون كفيل ان هو يرد لك حقك ويجيب لك حقك، حتى لو الناس يعني جات عليكي في بعض الأوقات. فالحمد لله يا رب على عطائك للمرة المليون. وهنفضل نقول الحمد لله على كل شيء حوالينا، حلو ومر، وكل حاجة من ربنا سبحانه وتعالى حلوة. احنا بس اللي بعيوننا وبنظرتنا اللي بنجزأ الحاجات وبنقول دي حلوة ودي وحشة ودي كده. عطا ربنا كله حلو. احنا اللي افتقدنا الرضا. لو رضيتي والله العظيم لا تبقي راضية بكل كبيرة وصغيرة، ومستمتعة بكل كبيرة وصغيرة في حياتك، مهما كانت الحاجة اللي انتي فيها او مهما كانت الظروف اللي انتوا فيها. احنا عايشين في الدنيا دي بستر ربنا وبرحمة ربنا. فما تحاولوش ان انتوا تطلعوا عنهم. دايما اطلبوا على طول تقولي على طول يا رب سترك وعفك ورضاك وحسن لقائك. خلي الدعاء ده رقيب في لسانك على طول. خليه دايما ملازم لسانك وانتي بتتكلمي وانتي عايشة بينك وبين ربنا في كل صلاتك، في كل الحاجات اللي انتي بتقومي بيها في حياتك. بالله عليكم ما تخلوا الحياة تلهيكم
عن عبادة ربنا، وما تخلوا الحياة تلهيكم عن الغرض اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليه على الأرض، وهو إن احنا نعبده. ربنا والله مسخر لنا كل حاجة على الأرض لعبادة لخدمتنا، مسخر لنا كل حاجة على الأرض علشان خاطر خدمة الإنسان، بس احنا للأسف اللي أسأنا استغلال الحاجة اللي ربنا سخرها لنا. فعيدوا حساباتكم مهما كان سنك ومهما كان الوقت اللي انت فيه، اقعدي مع نفسك وعيدي حساباتك. مش عيب ان الشخص يخطأ، العيب ان الشخص يكمل في الخطأ اللي هو فيه. عيدي حساباتك، قولي انا هرجع وانا هبتدي وانا هرجع سبحانه وتعالى، أكون تحت رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وربنا غفور رحيم. ما تستكبريش الحاجة اللي انت فيها، أو ما تستكبروش أي ذنب الشخص يقع فيه. ربنا رحيم والله بعباده فوق ما حد يتخيل. ويعني خليكي كده عندك رضا ان مهما كان الحاجة اللي انت وصلت لها، انا طول ما انا تحت رحمة ربنا سبحانه وتعالى فانا مش محتاجة حاجة. فربنا يصلح حال الجميع يا رب، ويقدم لكل واحد الخير. اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب. ويجعل مسوانا جميعا الجنة يا رب، يا رب اجعل مأوانا جميعا الجنة يا رب. يا رب من علينا بالعفو والستر والرحمة يا رب. اطلبوا الستر يا رب، اطلبوا الستر دنيا وآخرة. والله من أفضل النعم اللي ربنا منن عليها بالإنسان بس هو مش مدركة هي الستر. فاللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. يا رب سترك وعفوك ورضاك وحسن لقائك يا حبيبي. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. فزي ما قلت لكم، خليكم دايما على يقين ان بعد الصبر فرج، وكل حاجة لها ميعاد عند ربنا سبحانه وتعالى. هتحصلي على الحاجة اللي انت بتتمنيها، او الحلم اللي انت بتتمنيه، او الحاجة اللي انت بتتمنيها مهما كانت. اي حاجة والله العظيم حتى لو بسيطة. الناس اللي بتبقى مسافرة، الناس اللي بتبقى منتظرة حاجة، منتظرة سفر، منتظرة حاجة، كل حاجة لها ميعاد عند ربنا سبحانه وتعالى. فتأكدي ان انت هيوصلك في الميعاد اللي ربنا كاتبه، طول ما انتوا بتسعوا وطول ما انتوا بتعملوا الحاجة اللي عليكم. لما يكون قدامك شخص حتى تعبان او شخص مريض، اسعي وتأكدي ان ربنا، طول ما عندك ثقة ان ربنا هيشفي الشخص اللي قدامك، ربنا هيشفيه. فقدتي الثقة وفقدتي الامل، خلاص يعني ربنا بيكون عند حسن ظن العبد بيه. او يعني على قد ما انت عندك ظن بربنا ان خلاص الشخص ده هيتشافي او كده، فتأكدي ان انت هتوصلي للحاجة دي. لكن خلاص فقدتي الثقة او فقدتي الامل، خلاص سواء في اي حاجة بقى حواليكي، طول ما انت متعلقة بيها ربنا مش هيغزلك. طول ما انت فقدتي الامل، خلاص لان خلاص دي بتكون فقدان الامل دي بتكون تمهيدا ان انت خلاص مش هتحصلي على حاجة اصلا. فالحمد لله يا رب. وما تستعجلوش الأقدار يا جماعة، والله ما تستعجلوا الأقدار. أقدار ربنا كاتبها كلها بميعاد، فما تستعجلوش أقداركم. وما تستعجلوش ان انتوا تحصلوا الحاجة يلا احنا المفروض نمشي او المفروض نعمل. والله بتبقى فرق الثواني. شفتوا الثواني دي ربنا بيقدر فيها حاجات انتي ممكن ما تكوني يعني مش مدركاها. يعني احنا بنشوف الحوادث لا قدر الله اللي على الطريق، او بنشوف الحاجات اللي هي بتحصل على الطريق في ثانية. حصلت حادثة لسه شخص معدي اهو، سبحان الله، يعني لو اتقدم بس ثواني ممكن كان راح في الحادثة دي. فالأقدار دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، فما تستعجلوهاش. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا تسعوا وتقدموا اللي في وسعكم، وتكون عندكم حسن ظن بالله، وربنا هيكون عند حسن ظنكم ان شاء الله، وهيأتيكم الخير. عارفة ان انا طولت عليكم في الفيديو كان طويل عليكم. بس والله فعلا الكلام معاكم ما بيخلص، والكلام معاكم حلو وبيجري بسرعة. فأتمنى يا رب ان اكون كنت خفيفة عليكم، واتمنى ما تنسوناش بدعوة حلوة منكم
في الأيام اللي احنا فيها دي. والدعاء ده حاجة جميلة من رحمة ربنا علينا، فادعوا ربنا في كل الأوقات. وكمان ما تنسوناش باشتراك ولايك وتعليق حلو منكم على الفيديو. ولو انتم محتاجين اي حاجة اصورها او اي حاجة نتكلم عليها، اكتبوها في التعليقات وان شاء الله نقدمها في الفيديو الجاي ان شاء رب العباد. الى اللقاء في فيديو جديد، وانتظرونا في فيديو جديد. شكرا لكل الناس اللي انتسبت معانا في القناة، وشكرا لكل الناس اللي عملت اشتراك ولايك وتعليق حلو منها في القناة. الى اللقاء.